السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة نعمل وصفة من البرتقال. مين فينا في الشتاء ما بيبقاش عنده في البيت برتقال؟ فالنهاردة بقى هنستغل اي برتقالتين يكونوا عندك في البيت وهنعمل منهم وصفة تحفة جدا. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو، عايزاكي بقى لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس على الكل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك. ويلا بينا على الفيديو ونعرف هنعمل ايه بقى بالبرتقال اللي احنا بنعصر فيه دوت. وزي ما انت شفتي بقى جبنا العصارة اليدوي البسيطة جدا من غير بقى ولا هاند بلندر ولا كبة. هنعصر فيها حوالي كوباية من العصير. انا هنا بقى عصرت كام برتقانة ولقيت اللي انا عصرته ما كفاش يعمل كوباية، فكملنا بقى كده وهنعصر كمان برتقانتين علشان نكمل كوباية بالمقاس اللي انت شايفاه دوت. وهي دي بقى الكوباية اللي هعملها معيار لكل المقادير بتاعتي. خدت الكوباية دي بقى من غير اضافة مية ولا سكر ولا اي حاجة. ضفت عليها كوباية الا ربع من السكر. هنضيف عليهم 3 بيضات كده، هكسر كل بيضة لوحدها وهنزل بيها على الخلاط. هحط عليهم 3/4 كوباية من الزيت، وهحط كمان معلقة صغيرة من الخل، وهحط كيسين من الفانيليا، ولو طبعا عندك فانيليا بطعم البرتقال يكون احسن. هنخلط بقى كل الحاجات دي في الخلاط وهنيجي نجهز المكونات الجافة. هاخد كده كوباية من الدقيق وعليها رشة من الملح وانخلهم كويس جدا. وهحتاج كمان كوباية من الدقيق وهضيف عليهم كيس من كيك شيف. يبقى مقدار الدقيق بتاعنا في الوصفة دي كوبايتين من الدقيق. هاخد بقى بعد كده كمان معلقة صغيرة بس مليانة من البيكنج باودر. يبقى اجمالي الكيك شيف اللي انا حطيته على المقادير الجافة هو كيس وكمان معلقة صغيرة. هنا بقى كانت المواد السائلة كلها اتضربت في الخلاط. هبدأ بقى انزل بيهم على الدقيق تدريجيا. هقلب كويس جدا بالسباتولا، وبعد كده بقى هنشيل السباتولا دي. اول ما تحسي ان الدقيق اختفى بتشيلي السباتولا، وبنستخدم بقى مضرب يكون يدوي علشان نتأكد ان الدقيق كله اختلط في قلب المواد السائلة. في الفترة دي بقى بيبقى الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة عالية ومستني الكيكة بتاعتنا تدخل في الفرن. وده بقى شكل القوام بتاع الكيكة او عجينة الكيك، بيبقى بالقوام دوت. هنركنه على جنب وهنجيب الصينية اللي هندهنها رشة من الزيت، رشة خفيفة من الزيت، وكمان هنبطنها بمعلقة من الدقيق. هوزع بقى الاول معلقة الزيت دي كويس جدا في الصينية، وبعدين هبطن القالب معلقتين دقيق وانفضهم كويس جدا من اي دقيق زيادة. وهنزل بقى خليط الكيك في الصينية واوزعه كويس اوي في الصينية. في الفترة دي بقى زي ما انا قلتلك الفرن بتاعك بيبقى شغال على درجة حرارة عالية وبيسخن كويس جدا. لكن قبل ما ندخل الكيك بتاعنا بنظبطه على 180 او بننزل درجة الحرارة على الوسط. وبتحطي بقى الكيكة دي في الرف الأوسط حوالي 35 دقيقة. بعد نص ساعة الأول بتختبريها، ولو لقيتيها خدت اللون الحلو وعليت بنجيب خلة سنان. لو لقيتيها بقى نطفت من جوه بنشيلها وبنخرجها من الفرن. ومعايا هنا بقى نص كوباية من العصير الخام من غير مية خالص. بحط عليه معلقة من السكر، وبعد الكيكة ما تهدى بحوالي 5 دقايق بروح مخرماها بقى كويس جدا، وبروح مشرباها بالعصير بتاع البرتقان دوت. الحركة دي بقى بتعزز طعم البرتقان وتقويه في قلب الكيكة بتاعتنا. بتسقيها كويس جدا وبتسيبيها حوالي 5 دقايق، وما بتقطعهاش غير لما بتلاقي الكيكة شربت العصير اللي احنا سقيناه. بنجيب بقى السكينة وبنقطعها اي تقطيعة انت عايزاها. وشمي بقى احلى ريحة للكيكة اللي انت بتعمليها، بتبقى ريحة البرتقان تحفة جدا وقوية جدا. وانت كمان لو حابة تحطي في الخليط بتاع الكيك قشر برتقان، بتقشري الاول البرتقان وبتحطي القشر بتاعه في الخليط مع المواد السائلة. لكن انا بحبش احط خليط الكيكة فيه قشر برتقان علشان بحس انه بيمرر شوية. هنا بقى هنقطع كده خرطة، وتعالي بقى شوفي شكل الكيكة عاملة ازاي. وزي ما انت شايفة ما شاء الله لون الكيكة من جوه لون البرتقان واضح فيها جدا وخطيرة. وزي ما انت شايفة بقى ما شاء الله ارتفاعها عالي وقوامها تحفة. تعالي بقى كده نحط كام شريحة برتقان وندوق مع بعض طعم الكيكة عامل ايه. بس الاول هنزين الطبق بتاعنا بشرايح البرتقان علشان تبقى شكل الطبق تحفة. وطعم الكيكة خطيرة جدا والبرتقان طعمه ظاهر. اتمنى ان انتي تجربي الوصفة دي بتاعتنا، ويا رب الوصفة تعجبكم. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص.
يا رب تطبقوا الوصفة بتاعتنا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.